السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة ان شاء الله ممبار. احنا مقطعينه بالشكل ده. معانا بقى رز مغسول ومنقوع نص ساعة، مهم جدا ان احنا ننقعه. ده رز منقوع نص ساعة. ومعانا بصل، احنا نعمله النهاردة ني في ني. معانا بصل مفروم. وان شاء الله كده واحنا بنجهز الخلطة اقول لكم كل حاجة برضو بالتفصيل. ومعايا هنا فلفل وطماطم مكعبات بالشكل ده. ومعايا صلصة، ممكن برضو طماطم نضربها في الخلاط وبعد كده نسبكها. بهارات بقى ان شاء الله كده لما نبدأ نجهز الخلطة هقول لكم على كل التفاصيل. اول حاجة، اول خطوة البصل. تاني حاجة الصلصة. تمام. هنحط بقى البهارات. اهم حاجة الكمون، معلقة كده صغيرة مليانة. معانا فلفل اسمر برضو معلقة صغيرة مليانة، وكزبرة. وتقدري تحطي كل البهارات اللي انت عايزاها، ممكن بابريكا، ممكن بهارات مشكلة، ممكن توم باودر، بصل باودر، كل البهارات اللي انت عايزاها ممكن تحطيها. بس كميات برضو تكون معقولة، عشان الافراط في البهارات بيغير طعم الاكلة كلها بالشكل ده. معانا بقى هنا زيت، ممكن تحطي برضو سمنة، مفيش اي مشكلة. طبعا الممبار انا جايباه متنضف، وطبعا حطيت عليه بقى خل ودقيق، وممكن لو معلقه طحينه، بس الطحينه غاليه الايام دي. ممكن جنزبيل، الحاجات دي كلها دقيق. تقدري تغسلي بقى الممبار بالطريقه اللي تحبيها، بس طبعا هو مهم جدا ان هو يجي متنضف، لان تنظيفه صعب جدا. هنقلب بقى كل الخلطه دي مع بعض بالشكل ده. هنحط بقى هنا الطماطم، ممكن برضو تبشريها. الطماطم والفلفل مكعبات هنحطها كده بالشكل ده. الممبار الني في ني بيبقى حلو قوي، وكمان بيبقى خفيف. هنظبط بقى الملح بس بعد ما نحط الرز، لان احنا لما نحط الرز هنقدر يعني نحدد الكمية اللي المفروض نحطها. دول حوالي كوبايتين، او يعني كوبايتين ونص رز على نص كيلو ممبار. هنحط بقى هنا الملح، طبعا الملح تبع الرغبة بالشكل ده. ممكن تزودي او تقللي، مفيش اي مشكلة. المهم تاخدي بالك ان هي برضو متحتقش قوي. دي بقى خضرة عبارة عن شبت، بقدونس، كزبرة. ممكن تستغني عن الكزبرة عن البقدونس، بس ما تقدريش تستغني عن الشبت ولا الكزبرة في المحشي او الممبار. مهم جدا الشبت والكزبرة. فالبقدونس يعني لو حطيتيه تمام، ما حطيتهوش مفيش اي مشكله، ما بيغيرش الطعم. هنحط بقى الكميه اللي احنا عايزينها برضو، مش هحط كله بالشكل ده. هنبدا بقى نقلب كله مع بعض.
الصلصة تقدري تزودي فيها يعني معظم المكونات اللي موجودة هنا تقدري تزودي براحتك، زي الصلصة والطماطم اللي هي المكعبات او المبشورة، وزي ما قلت البهارات بكمية معقولة عشان ما تغيرش طعم الوصفة كلها ديت في كل الاكلات اللي بتعملوها. يعني البهارات حددوا من الكمية اللي هتحطوها، بلاش افراط فيها قوي، لان فعلا في حاجات لما نزودها بتغير طعم الاكل خالص. فاحنا هنا حطينا يعني كمية برضو في المعقول بالنسبة لكمية الرز والاضافات اللي احنا حطينا هنا. تقدري بقى تحطي كمان شطة، ممكن تقطعي فلفل اللي هو الحار براحتك خالص. يعني هنا الخلطة دي يعني خلطة مرنة، تقدري ان انت تحطي فيها حاجات كتير. يعني الخضار برضو لو عايزة تزودي عن كده برضو هيبقى جميل جدا. هنحط حبة زيت كمان. طبعا الخلطة دي تقدري تعمليها مسبكة، يعني بتحمري البصلة وبعد كده بتضربي الطماطم في الخلاط وتسبكي بقى الطماطم مع البصلة يعني حبة كويسين لحد ما المادة الدهنية تظهر على الوش، وبعد كده بقى تحطي بقية الإضافات عادي خالص. أنا هنا حطيت الصلصة كمية يعني في المعقول، ممكن تزودي براحتك خالص الصلصة لو عايزة الخلطة تكون يعني فيها طماطم أكتر من كده. تمام. هنيجي بقى لمرحلة الحشو. هنا الممبار معانا بنقطعه تقطيعة متوسطة، يعني قد شبر كده، يعني شوفوا تقطيعة. طبعا انا غسلاه كويس جدا. دول نص كيلو قبل التنظيف، طبعا بعد ما نضفناه وشلنا او بيتشال طبعا. انا جايباه متنضف بصراحة وبيقلبوه كده. قبل التنظيف بيبقى في كمية دهون كبيرة جدا وحاجات برضو كده هم بيشيلوها. فانا جايبه حوالي نص كيلو، حطيت عليه نص كيلو رز، يعني عشان ده المعيار يعني ده نص كيلو قبل التنظيف يعني. ولو كيلو مثلا هنحط كيلو رز برضو، بيبقى كيلو قبل التنظيف. طبعا بعد التنظيف بيبقى اقل من نص كيلو. هوريكم بقى طريقه الحشو، طريقه سهله قوي ان شاء الله تعجبكم، واقول لكم برضو على التسويه. هنبدا بقى نحشي الممبار. اقول لكم بقى اسهل طريقه بالنسبه لي ودي اللي متعوده عليها. بصوا بقى كده، بصوا بنفتح كده الجزء اللي هو الطرف بالشكل ده اهو، وهنبدا بقى نحشي الممبار بالشكل ده. الطريقه سهله جدا. بصوا كده، يعني النص بالظبط، يعني شوفوا المعيار بتاعه النص بالظبط. وبعد كده هنفرد النص اللي احنا حشناه في باقي الجزء اللي هو مفهوش حشو خالص اهو. ولازم نسويه عشان لو ما تسواش هيطلع يعني صباع الممبار مش متساوي، وهتلاقي حته طالعه وحته نازله. فاحنا بنسويه بالشكل ده اهو. شوفوا بقى طريقته سهله جدا جدا اهو. تمام. بصوا بقى نحطه في الصينيه كده اهو، اي صينيه عندك، وهنبدا نضغط عليه بالشكل ده عشان نسوي الرز كويس برضو بالشكل ده اهو. هنكمل بقى كله بنفس الطريقه اهو. بصوا السهوله بجد، دي اسهل طريقه بالنسبه لي اهو. بصوا بنعمل نص الممبار بالشكل ده اهو. نبدا نفرد النص اللي هو فيه رز او فيه خلطه بالجزء الفاضي
اهو بالشكل ده. طب متبقاش الرز بكمية كبيرة، احنا نقعينه طبعا، فهو كده المقدار المظبوط قوي اهو كده. بصوا بقى شكله تحفة. بصوا بقى كده اهو، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. مش وقت طويل، احنا بقى بنفرده بالشكل ده. بصوا بقى الممبار اهو، هنبدأ ننزله في المية المغلية، هنحطه برضو بالتدريج. بصوا بقى كده، بس انا هوريهولكوا بقى كده لما نزل المية. بصوا واضح اهو. بلاش ننزله مرة واحدة، يعني واحد واحد كده. بصوا كده اهو. احنا بقى اول ما نخلص الكمية ديت هنهدي النار خالص خالص، وفي التلت الاخير من التسوية هنزود ملح. بلاش تحطوا الملح في الاول كده. بصوا بحط يعني، ولازم تكون كمية المية كويسة، مش كمية قليلة. لو كمية قليلة هيلزق تحت، مش هيستوي كويس. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. شوفوا، بصوا ما شاء الله اهو. شوفوا كده اهو. في المرحلة دي النار بتبقى عالية، وبعد كده بنهدي بقى خالص اهو زي ما قلت لكم بالشكل ده. ممكن برضو تحطيه كده، يعني تضمي الطرفين على بعض وتنزليه في المية، بيبقى برضو ممكن ياخد شكل دائري اكتر. يعني ممكن تعمليه بالشكل ده اهو. كده بقى الممبار استوى واخد بالظبط نص ساعة. في التلت الاخير ظبطت الملح وبس كده. هنحمره بقى في الزيت، يعني يكون متوسط الحرارة. الطعم جميل جدا ومستوي طبعا، لان احنا نقعنا الرز فترة كويسة، متقلش عن نص ساعة. يا ريت وصفة النهاردة تكون عجبتكم. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.